الحمراء إذا جاز لي التعبير، الغامقة شوية، وبعدين الفريق العراقي باللون الأبيض. مباراة مهمة، مباراة صعبة، كأنها مباراة كأس، كأنها مباراة بطولة فعلا، لأنه الفريق العراقي لو تعادل أو فاز معناته خلاص يقول للكاس بكرة أهلا بيك للمرة الثانية. الفريق القطري أيضا بيهمه لأنه أمل كبير له أن ينافس على البطولة. راح تكون مباراة مهمة جدا للفريق العماني وللفريق الكويتي، لأنه الاثنين كرة حلوة، شوت، الله بالقلب، الله يا سلام. الفريق العراقي لحسين سعيد 10، إنما بيقطعها الفريق القطري. عدى عيسى أحمد، فريق قطر لمنصور مفتاح، شو يعمل فيها منصور مفتاح، صلحها فريق القطري، احتفظ بالكرة إبراهيم خلفان داخل خط 18، إنما مع حارس المرمى. حلوة تلعب للفريق القطري، معدي فيها علي زيد خط 18، هجمة الفريق القطري، شوت، وين يلعب على كل حال للفريق القطري، بيلعبها لمنصور مفتاح خط 18، يحولها بالعرض، خطرة، الله مرة ثانية حارس المرمى مبين انه هو القائم تفاهم، تلعب للفريق العراقي. الله القطر حصل الخط 18، حاول حصلها، شوت منصور، جول الفريق القطري، جول الفريق القطري، منصور مفتاح، تمريرة جميلة ما كان حاسب لها حساب، المدافعين العراقيين ما حاسبين لها حساب. شوف الفرحة، بنشوف الإعادة بالبطيء. منصور مفتاح في الدقيقة 26، شوف منصور، شوف اللاعب القطري علي زيد لما حول الكرة، شوف منصور مفتاح لما حطها على طول، يا سلام. هذه كرات منصور مفتاح فعلا من اللاعبين المشهورين في الدورة هذه ولمعوا الحقيقة. تلعب للفريق القطري، شوف منصور حطها فوق المرمى، واضح على شاشة التلفزيون بالأحمر، لعبها خط 18، جول المنتخب القطري، هدف مفاجئ في الدقيقة 41 في الدقيقة 41 محمد دهام هو اللي سجل الهدف القطري. شوف الإعادة البطيء، لم أتوقع هذا الهدف إطلاقا. شوف المدافع اللي حطهم. راح تكون في مباراة فاصلة يوم الأربعاء، في مباراة مهمة للفريق العماني مع الفريق الكويتي بعد الكرة هذه حلوة، الله. الفريق القطري أبدا، الفريق القطري ماسك كرة حلوة لكن يصفر حكم المباراة. هذه إعادة بطيء، شوف جنب القائم ويصفر حكم المباراة. معلن نهاية الشوط الأول من مباراة دولة قطر الشقيقة والجمهورية العراقية الشقيقة، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2 قطر لا شيء العراق. مرحبا بكم مرة أخرى مع الشوط الثاني من مباراة العراق وقطر، بعد أن انتهى الشوط الأول بنتيجة 2 قطر لا شيء العراق. وراح تنسنتر الكرة للفريق العراقي، وحكم المباراة بيعطي إشارة البدء، وبدأ الشوط الثاني من المباراة الهامة والحساسة بين الفريق العراقي والفريق القطري. بيشاور عليه وبيقول حق حكم مباراة تعال. وطبعا مبين انه القضية قضية واحد من التدريب، طاقم التدريب القطري، وهذا المدرب القطري وزعلان مبين، ومع مساعد الحكم. وشيء مؤكد انه المفروض رجال الامن ومثل ما احنا ملاحظين تدخلوا فعلا، والاخوان ايضا تدخلوا، ان شاء الله ما في اي شيء. الكلام لا يهمني ان تكون في مباراة فاصلة ولا لا، يفوز العراق ولا قطر، كلهم اشقاء وكلهم اعزاء، ليس هو الهدف الاسمى والاعلى من اقامة الدولة. اللعب، الله فرصة سعيدة، حلوة للفريق العراقي، جول حطها الفريق العراقي، جول الفريق العراقي، يحطها في الدقيقة 10، جول الفريق العراقي. تلعب حلوة مفاجأة، شوف لما حطها، شوف حسين سعيد وين متابع. أنا لما قلت سعيدة فعلا سعيدة للفريق العراقي لأنه بيسعد فيها. شوف لما حطها أحمد راضي، سعيدة للفريق العراقي لأنه أكيد تسعده، لأنه المفروض نقول فرصة جميلة للفريق العراقي، حلوة. شوف الحارس بيطلعها على طول، حارس المرمى لما طلعها تلعب، الله أحمد راضي حارس المرمى، زميله عدنان درجال بحاول يشوت، حارس المرمى حديثا من عدنان درجال، وبيلعب بطريقة دفاعية، الله ما فيها شيء، حارس المرمى مرة ثانية تلعب
حارس المرمى طاح على ارض الملعب. طبعا في فرصه للفريق العراقي خارج اللي هو حارس يمحم اللعب. شوف حارس المرمى، شوف حارس المرمى، شوف جول الله. المدافع القطري لعماد جاسم الفريق العراقي. اخر امل للفريق العراقي، حصلها خطره حطها فوق القايم فوق العارضه الله. هذه فريق العراق يلعبها بالعرض، يمكن اخر فرصه للفريق العراقي، حصلها شوت الله. يستبسل الفريق القطري يلعبها مره ثانيه، يلعبها الفريق العراقي، يلعبها وتوصل حكم مباراه ويصفر حكم مباراه.